أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي مشاهدين ومتابعين قناة واحد بغداد الفضائية. رجعنا لكم وحلقة جديدة من برنامج حياتك مجرد وقت، وياي أخوي وحبيبي والشخص اللي أحترمه مصطفى البصراوي. حبيب قلبي، شلونك يا حبيبي؟ فدوى عمرك، شكرا على المقدمة والدي. الله يخليك، انت انسان مبدع الله يسلمك، نورتنا. النور نورك، فدوى عمرك حمور الحبيب. شنو اخبارك؟ والله هو ارحم الراحمين، معيشنا باحسن عيشه الحمد لله والشكر. الحمد لله على كل حال. الله يسلمك. قبل لا نبدا ببرنامجنا، مصطفى البصراوي، اي شلون طفولتك؟ طفولتك من عائله غنيه متوسطه فقيره؟ لا، من عائله متوسطه، وطفولتي يمكن اذا احكي لك اياها يجوز تضحك. بصراحه انا كلش كنت ما احب الدراسه، يعني انت تخيل الصف الاول انا بقيت بيه 3 سنوات، الصف الثاني اني سنتين. الصف الاول شنو؟ الصف الاول ابتدائي. اي جد والله، اي والله ليش تضحك؟ 3 سنوات انا رجال صريحين. اي انا احب الصراحه. 3 سنوات ونجحت بصينيه مال بوتي فور. اي بالقران، هاي مذاكره اخو. اي الله يشهد بصينيه مال بوتي فور. تعرف انت بذاك الزمن اللي احنا نقوله الاغبر، لان تعرف العراق هواي عانى، فبكت صينيه مال بوتي فور وديتها للمعلمه جزاها الله الف خير ووجه لها التحيه، شكرا لك من طلعتي لي بالاول. هاي بالاول؟ اي بالله. بالسادس شو ودي الطليان؟ لا وين؟ بالثاني كانت السعاد علينا. ما ادري الله يرحمها، وموجوده بمدرسه المسيره بالبياع بالرساله الاولى. حجي جبت لها عطر ما نجحتني، جبت لها صينيه مال بوتي فور ماكو، قافله كانت عليه. سنتين انا داوم على السياج يا ابوي والله العظيم، وما طلعت من الثاني. اخر شيء يوم اخذتني سحيل من المدرسه من السياج للحمام، قفلت عليه الحمام ودق بالصونده. قلت لها داوم. ثاني يوم ذبيت طلعت للمدرسه وذبيت الجنطه وين؟ جوا التنور، وقمت العب بين بيت جيراننا، بيت ابو علي الله يذكرهم بالخير. عفت الدراسه؟ عفت الدراسه، توجهت نطاق ثاني، بلشت تعرف رجل اعمال. اول ما اشتغلت ببيع العلاليق الحمد لله والشكر، تطورت. تبيع علاليق بالسوق؟ بعدين تطورت، تعرف انت اليوم خامات تبقى بالعلاليق. حجه عربانه، خاله اختي، عمه، باجي البسوق كلن قامن يحبني، يعني يعتبرني شلون ابنهن. هاي انت اصغر واحد باخوتك لو عندك اخوان؟ لا عندي اخ اصغر من عندي، بس بنفس الوقت عمار انا كنت اكثر واحد اطلع وارد بالسوق. لان اسلوبك يعني اي اسلوبه حلو، فضل من الله، يعني الله اعطاني لسان، ما انطاني اجتهاد بالدراسه، بس اعطاني لسان انه اتعامل ويا العالم بشيء زين، حتى اللي جاي يتجاوز علي اتجاوزه يعني بلسان طيب، اشكرك. هاي حالتي. وانت تدفع بالعربانه ويوميتك؟ كنت اشتغل من الساعه بال8 للساعه ب12، بذاك الزمن انا طلع لي 7000 كبير. خير من الله حجي، 7000 زنقين، ارقى لفات اكل كباب، اخذ لامي دجاجه، اخوتي موجودين كانوا اللي يشتغلون. والدك موجود كان؟ اي موجود. لا انت الوحيد كنت تشتغل او كلهم يشتغلون؟ لا الحمد لله وشكر. كان عندي احمد اخوي صف ثالث متوسط، وترك قام هماتين يشتغل صباغ، بس احمد كان يعني ما يشتغل. تعب مره من المرات، تعب بشغله، فقال له استاذي باكر ما اطلع. قال لي ليش؟ قال له يمكن سني يوجعني. يعني هو سنه ما يوجع بس تعب. قال له باكر يمكن سني يوجعني. وهاي كلنا كنا نشتغل كلكم قاعدين ايجار؟ كنا قاعدين ايجار. انت وصلت لهذا العمر ما تتذكر هاي الايام تشتغل بيها؟ شو يجيب افكارك؟ وبصراحه انه الله سبحانه وتعالى يمتحنا للبشر، يخلي اشياء قدامه هوايه حرام ويخلي قدامه حلال. اذا راح على الحرام فهذا على الدنيا السلام، واذا توجه للحلال صح راح يتعب بس راح يتوفق. صح. شفت الحرام قدامك ما رحت له؟ لحد الان الحرام موجود بس انا ما اوصل له، لان اذا ما خاف على نفسي اخاف على اخوتي، اذا ما خاف اذا ما خاف على نفسي خاف على امي، اذا ما خاف على امي اخاف على اخوتي، اذا ما خاف على اخوتي اخاف على جهال اخوتي، اذا ما خاف على جهال اخوتي اخاف على زوجتي، اخاف على بنتي. انت عازل لو ويا امك هسه؟ شوف احنا كل ولد اثنين ببيت فضل وبركه، احنا صار عندنا بيت عمار بال 2012 احنا قضيناها كلها ايجارات. 2012 اشترينا شقه بالاقساط من الدوله، هم شكرا لله.
وبعناها واخذنا بيت مال ورثه، النوب الله فتحها علينا. الحمد لله والشكر. هسه احمد اخويا واخويا صالح ببيت، امي ساكنه وياه، ما تقبل تجي يمي تقول باقي يمه. وانا وابراهيم اخوي الصغير قاعدين ببيت. زين مصطفى، من تتذكر انت بيتكم ايجار، اكيد فد يوم ما كان عندكم ايجار وبالايجار دق باب عليكم، تتوعى هاي، تتذكر هاي الشغلات؟ شوف باو، راح اقول لك شغله، حتى اذا كان ما عندنا، احنا كان بيتنا ما يخلى من الخطار. يمكن اذا اقول لك يجوز ما تصدق، احنا من عائله نحب الخطار، وخطارنا ما يجي يوم يومين. ايبات يظل هواي. يعني اقل خطار بقى عندنا 3 اشهر. اي والله العظيم. وانتم على قد ظروفكم يعني اي احنا على قد ظروفنا، بس الله سبحانه وتعالى مو قلت لك اني اللي ما ينسى بشر. ما طول انت حاط عينك بعين رب العالمين، كنا مأجرين ب50,000 في الزمن السابق، وبعدين ورا السقوط صارت 80,000، انه بشلنا من البيت اللي كنا قاعدين به. قعدنا اخذنا قطعه قاع بالحبيبيه يما خازن السمنت، وبنيناها الحمد لله والشكر، بعدين بعناها. فاليوم حجي اللي الله خالقه ما يتبرى من عنده، والشغل موجود. اكيد اكو شغل موجود، اي الشغل موجود، فما طول خالقنا ما يتبرى من عندنا. اقوى موقف صار بطفولتك بحيث اللي هسه تنام وتقعد تلقى هذا الموقف ما يروح من بالك؟ بصراحه اي الطائفيه اذتك؟ الطائفيه اذت كل العراقيين، مو بس انا عمار. صح. يعني انا احكي لك، يعني اليوم لا شخص ولا شخصين، انا ذاكره برنامج بلقاء، بس انه هي هاي الفتره مال الطائفيه، يعني نشوف قدام عيننا اطفال كبار صغار من كل الطوائف راحت ناس، اللي تهجر، اللي طلق مرته، اللي قتل اهله، واللي قتل اخوه، واللي قتل مرت اخوه. الله لا يعود دخلوها علينا الغرب، الله لا يوفقهم. الله لا يوفقهم ان شاء الله، والله يرحم اللي ماتوا. الله يرحم كل الشهداء يا رب. ذكرت لي بين انت كل اثنين اخوان ببيت. نعم. من قسم هذا التقسيم؟ هو مو تقسيم بعد، هي الوالده موجوده الله يحفظها. احنا شي يصير عندنا نسجله باسم والدتنا. باسم الحجيه الله يحفظها. كله باسم الحجيه. يعني هسه البيت اللي هو مال احمد وصالح باسم الحجيه. حلو. البيت اللي انا وابراهيم باسم الحجيه. حلو. لاسباب عمرها طويل وتعيش بقد ترابها، وان شاء الله يومنا قبل يومها. عمرها طويل. احنا 6 ولد، ان شاء الله احنا نموت وهي تبقى. ما عندها بنيه. تمام؟ فلما نسجل البيت بسامية نفكر انه باكر عقبه امي تكبر حتى ما حد يملها. ليش؟ لان بيت باسمها. اذا احد مل من يمها هي تطردنا من البيت، يلا طلعوا برا هذا بيتي. احنا نفكر، هو ان شاء الله ماكو هيك شيء، بس احنا نفكر هذا التفكير. الزمن يخوف. امي مره كبيره ما عندها بنيه تداريها، احنا نداريها غصبا ما علينا. انت زين ويا والدتك؟ انا ايش عندي غير عين نور عيوني، اروح لها فدواني وبنتي وكل شيء عندي يروح لها فدوه. تحس بين هي باريتك الذمه؟ امي كلش حنينه علينا، واحنا حنينين عليها بصراحه. امي تعبت علينا عمار، من اقول لك امي ربى الزلم، امي ربى الزلم بدون ما تدنق راس. امي ربى الزلم وراسها مرفوع ما شاء الله، وبالمنطقه كلها يحلف براسها. فالام العراقيه مقدسه، ما احكي لك فقط على امي، على كل الامهات. يجوز اكو 2% مع احتراماتي الين، يعني الوقت خلاها مثلا يعني بعوز، بس امهاتنا العراقيات مدبرات، الله يحفظهم ويحفظ جميع الامهات. اشتغلت فتره انت بكوستر؟ اني بالكوستر من 2004 لحد 2021 اني بالكوسترات. تشتغل سكن لو السوق؟ فضل وبركه. احنا نعرف كل شيء عليك. لا انا حاكيها قلت لك حتى بلقاءات. الله يسلمك. افتخر انه انا كنت سايق كوستر، لان اليوم هذا مو عيب الشغل، مو عيب، بس عيب اللي مد ايده يقول لك اعطيني. احسنت. صح. بهذا خط الاسكان. هسه احنا خوبلع طيفيه بخط الاسكان. انا اشتغلت، جيت عمر صغيروني، بس روح اسال عليه يقول بيه سكك مصطفى سكك، يمكن اصغر سايق بخط الاسكان. اني عمري 11 سنه، اني اسوق كوستر، اشيل وياي 21 راكب. عمرك 11 سنه؟ ايه. زين المرور شلون هاي قدروا؟ تعرف وقت سقوط كانت ماكو دوله. ماكو. اي ماكو دوله، وانا اعرف اسوق وسايق ماهر. مو هيك. تحملت المسؤوليه؟ تحملت المسؤوليه وانا صغير.
خليته على ظهرك. طبعا ضروري، حجي ايد واحده ما تصفق. شوف اخوك الكبار يشتغلون وانت قاعد، لازم تساعدهم. لا شوف، هاي هماتين من خلال كاميرتك وقدام الناس هم نحب نوصل فكره. برنامجنا يوصل رساله. انتو كلكم اهلي وناسي واخواني، بس صدقوا اذا شخص واحد بس يشتغل وشخص واحد يجمع ما راح تصيرون. بينما اذا انتم 3 اخوان او 4 اخوان تطلعون وتشتغلون والوارد ينجمع، تاخذ اللي تحتاجه والباقي تنطيه لوالدتك ووالدتك مدبره، صدقني راح تصيرون تجار، ومن الماكو راح تصيرون اكو، لان انت من يمك 15 ومن ذاك 15 ومن ذاك 15 هاي 45 اذا تحسبها 1,400,000 تلم بالسنه، انت حاط لك 20 مليون. 20 مليون تقدر تشتري لك سياره تشتغل بيها، تقدر تفتح لك مشروع، هاي بسنه واحده. بس احنا تفكيرنا شويه محدود، خصوصا هسه الشباب الجديده اشوفهم كل من يشتغل لنفسه. جماعه كم فلس طلع تونس بين وذبن، لا هذا الشيء غلط. فكر انه انت عمرك العمر ال40 لازم انت مسوي ليمت لنفسك، مسوي شيء راح يعيشك عيشه حلوه انت واهلك. لا تفكر بنفسك فقط، لا تفكر باليوم وتنسى باكر. فكر اليوم وباكر وبعد 20 سنه مقدما. انت اليوم هسه مثلا مصطفى البصراوي بعد 20 سنه شنو راح يكون؟ هو ما عنده مصلحه ولا عنده فلوس، اكيد راح يصير شخص مشرد، راح يقوم ما عنده مصلحه، راح يقوم يشرد بالشارع يمد ايده للعالم الطوني. انما اذا بنيت شيء لنفسي وسويت المستقبلي راح اقعد واني متك ويجيني وارد شهري، راح تقول شلون؟ فاز باللذات من كان جسورا. طب وتوكل على الله والله ما راح يفشلك. زين مصطفى، انا وياك اكو بعض الشباب عندنا بين هو يشتغل عماله يوميته مثلا 25,000 وهو الوحيد لاهله ويهله ايجار وورا خوات وورا وورا مسؤوليه، هاي شلون يقدر يلمهن؟ عمار الله ليش ميز البشر؟ حشى السامع وحشى الناس اللي قاعد تسمعنا وحشاكم. ميز البشر عن الحيوان بمن؟ بالعقل. بالعقل. شوف اكو شغل ما يخليك ماكو جهد هوايه، لا جهد ماكو هوايه وجايك من يمه مردود. شبابنا الله يحفظهم ويعطيهم الصحه والعافيه، ما طول هم ما مسوين شغل لنفسهم وهم اصحاب عمل ما راح يقدرون يصيرون هالمال، مستحيل. هذا اشتغل عامل يبقى عامل، هذا تفكيره يقول لك انا اشتغل عامل واصير خلفه، وهذا هو الى متى تظل تشتغل عند العالم؟ زين انا ليش ما افتح لي شغل خير من الله؟ شغل خير من الله، افتح لي شغل خاص بي واتوكل لو يوميا 10,000 يوميا 10,000 دينار استاذ عمار، يوميا 10,000 دينار، ووراها راح انت تلم زبائن. ايش قد راح تشتغل؟ ايش قد راح تلم؟ صح. وصلتك الفكره؟ صح. فانه هو هذا عقله محدود الشخص، ما الومه. الله يوفقك. مصطفى، اقرب اصدقائك منو؟ اقرب اصدقائي شنو يعني؟ شخص قريب عليك بالوسط او مو بالوسط، بس تحسه هذا الشخص بين انت تسولف له كله ومن توقع هو راح يكون قريب عليك من. بصراحه يعني احكي همومي، اي احكي هموم رب العالمين. ما عندك صديق مقرب؟ عندي اصدقاء، بس اليوم انت صديقك لا تورج على شيء يعني انت مجروح منه. وصلتك الفكره؟ خاف يشمت بيك فد يوم؟ هو مو يشمت بيه، لان باوع الطيب ما يعرف بس الطيب، بس بنفس الوقت ما انطي نقطه ضعف على نفسي. تخاف من اليوم اللي يجي. وصلتك الفكره؟ صح. فانه اسولف الرب العالمين، وخصوصا اسولف بحضره امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. شايف شخص يحكي ويا صديقه، انا شخص احكي ويا صديقي رب العالمين وموفقني وين ما اخليه، وين ما اروح الله موفقني بفضل الله والناس اللي تحبني، الناس اللي تشوفني. خسرت ناس بسبب طيبة قلبك؟ انا ما اخسر. ليش ما اخسر؟ لان الله سبحانه وتعالى وياي، وحتى اللي يديني اقول له روح ما عندي شيء وياك، انت اخوي وصديقي حالا وموهوب. تمام، نروح فاصل، عندنا هواي شغل وياك. يلا خير وبركه. حبايب الغاليين، فاصل وراجعي لكم، انتظروني.
حبايب الغالي، رجعنا لكم بعد الفاصل ويا اخوي الغالي مصطفى البصراوي. طبعا انا احب صراحتك حبيبي عمار. بس احسك مرات تخاف تحكي صراحتك كلها. لا والله كلها دا احكيها، ولا خافي شويه ولا اخفي. فاليوم شفت غلط بين جماعتك وهاي، واذا حكيت بصراحه راح تخسرهم، تواجههم لو تسكت؟ لا راسا اقول غلطان، انت غلطان والله. وحتى اللي يسوي كان فريقي، من اللي يسوي غلط العفو، اللي يسوي غلط اعاقبه. اي والله. ما يقول لك انت على قد يعني شغل، ليش ما ماكو على قد شغله، لان انت طالع، احنا طالعين سويه، احنا مجموعه. اليوم اذا واحد طلع عليه كلام سلبي يطلع على الكل. صح. احنا الكل احنا مو زينين. صح. فلهذا السبب انه احنا 3 سنوات 2021 22 23 24. اي نهايه 24 انا قعدت مثل ما انت تدري بوفاه المرحوم الله يرحمه. الله يرحمه. قعدت لي اسباب، بس انه يعني جو الي وبفضل الله وثم العالم. اني شنو؟ انا اقدم شيء وهذا وخلاص. بس اي شيء يعني من اصدقائي صراحتي فوق كل شيء، ووايد مزعل الناس بسبب صراحتي. اي والله. من الزعلان وياك؟ ما حد يزعل من عندي ابد. ما تحسك واحد شايل بقلبه علي؟ لا مو انا، يمكن انت تدري بيه، انت صديقي تدري بيه. على الراس. حتى اذا احكي على شخص اروح اقول له ترى حكيت عليك. حلو انت تحكي بوجه الشخص، ما ما تحكي وراه. اي اقول له حكيت عليك، واحده اثنين ثلاثه. فرزني ليش؟ قل لي لو انا الصح لو انت الغلط، لو انا صح لو غلط. يعني ما احكي بشيء اذا مو اروح راسا اقول بيه. مصطفى، وقت من انتم كنتوا ظروفكم صعبه، من وقف وياكم من قرايبكم؟ من وقف وياي من قرايبنا بصراحه يعني تجي على خالاتي، هم يعني حالتهم ضعيفه، بس بين خاله واحده الله مفضل عليها، كانت لين زوجها كان يشتغل الله يزيدها، هسه توفى الله يرحمه برحمته الواسعه. ف يجوز مثلا يعني كان مثلا دين وترجع امي، احتمال ما اعرف، بس يعني ما اتذكر شخص وقف لنا يعني، بس احنا وقفنا لنفسنا. ما حد ما اجى دق بابكم قال لكم انا اجيبكم وتعالوا اساعدكم؟ لا مو هي، تدري شنو، احنا يا سبحان الله هالقد ما حنان يعني، حتى اخوان امي كانوا قاعدين ويانا، خوالي هم ونسوانهم يمنا. قلت لك احنا ناس كلش نحب الخطار. والله. عمامك ماكو؟ لا بعيدين ابد. اي بعيدين. ما سالوا عليكم ما كشدوا؟ لا موجودين يسالون وكذا، بس يعني كل من ملتهي يا اخي، كل من ملتهي، كل من ملتهي بعيشته. تحسها كذوبه مال كل من ملتهي؟ لا مو كذوبه بصراحه. انا لما صله الرحم اهم من الشغل. اني وياك شوف، اليوم احنا من كبرنا ومسؤولياتنا كبرت، عرفنا انه الشخص صدق ملتهي. يعني انا يجي يومين 3 ايام ما اروح لامي، ما اروح لامي. ليش؟ ما عندي وقت اروح لامي اشوفها، لو اتصل بيها او لو اروح لها للبيت. يعني نوبات 3 ايام انا ما رايح لها. زوجتي هم ان شاء الله اختك على الراس، تقول لي شو ما خابرت امك؟ شو ما رحت لها؟ زوجتك تقول لك؟ ايه شو ما رحت لها؟ اقول لها والله يابا نسيت. رغم انه هسه اني قاعد ببيت وزوجتي ببيت لان مفلش بيتي، تقول لي لا روح هاي امك خطيه، يعني الضوج اذا ما تسال عليها واذا ما تروح لها. لان انا ويا امي يعني انا امي دائما نسويها تصوير طبه طلعه، حتى من اسافر اخذ وياي مثلا الاربيل كذا، هاي الامور. هسه صار شويه تعرف انت شغل، وبنفس الوقت التهيت بالدنيا. الدنيا بعدتك على والدتك؟ اي بعدتني، يعني هاي الفتره بصراحه بعدتني على والدتي. زين طبعك صريح. اي واكيد ماكو مقارنه طبعا، بس انت فضلت الدنيا على والدتك هاي الفتره. لا ماكو شيء اغلى من والدتي، بس هسه انت صير بمكاني. مثلا انا منطيك موعد، اذا اخلف بموعدي تحترمني؟ الرجال كلمه. تحترمني؟ لا صح. خلاص، فانا مقضي يومي كليته مواعيد، اروح لفلان شخص، اروح لفلان شخص، يجيني فلان شخص للمكتب، فما اقدر اقول لهم يابا اليوم ماكو. فبيوم اللي ما عندي شيء اروح لامي. يعني انا ما قاعد، انا هسه حاليا حتى سكني بالمكتب اللي هو مال شغلي، المخزن والمكتب مالتي. قلت لي مرتك تقول لك اسال على امك، مو تقول لي شو ما رحت لها لان هي امي. المهم تحثك على مو تسال على امك. اي طبعا. احسها صارت قليله بالعراق. تدري تبقى شنو؟ تبقى التربيه مال الاهل، اهل المراه. اهل المراه.
اليوم يا اما هو الله سبحانه وتعالى قايل لك الطيبون للطيبات، فانت اليوم ما طولك طيب اكيد زوجتك تحبها؟ عمري اموت عليها. مرتي حبيبتي والله، هي شريكتي، هي حبيبتي، هي صديقتي، هي نوبات تقول لي مصطفى انت مو مثل باقي الزلم، يعني اريد فد يوم اشوفك تخونني، اقول لها اسر دخوني كاني غيركم القى احلى منك، هي انت احلى وحده بحياتي، وفعلا انا ما اشوف وحده غيرها، هي احلى وحده بحياتي. وقفت وياك بالشده؟ بصراحه ما عندي شده، يعني من جدتي كانت وضعك اي يعني وضعي مستقر الحمد لله، بس رضت انه اكو يوم ماكو، بس انا ما مقصر وياهم، اقصر على روحي وما اقصر على الله يوفقك. لا سامح الله فد يوم من الايام وامك العمر الطويل وتتعب بهاي الدنيا، وتجي ببيتك ومرتك تقول لك ما اريد امك تعيش وياي، تلم هدومها هي وبتها وش قد عندها ظنه وتروح البيت اهلها اللي تحبها. عمار امها هاي تصدق تحكي؟ تعزها؟ تصدق تحكي هاي انت راح تبتيني؟ لا عمار لا، ام هاي لا ام تصدق تحكي يا مرتي يا بنتي يا ام. هواي شفنا امهات بالشارع صار هذول ما عندهم غيره حجي، راح يقول لي ما عندك غيره على مرتك؟ لا عمي هاي امي اللي شالتني ربتني، الله يحفظك. افضل مرتي وبنتي على مرتي. نشوف امهات بالشارع يناشدونا احنا، يطلع من ورا مرته شمر امه. والله كل ام عراقيه هسه قاعد تشاهدنا ابنها يطردها فابنك موجود، عسى ما تصيرن 1000 مره 1000 ام خل تجي بيتي مفتوح، انا ومرتي برا وانت ببيتي. الله يحفظك ان شاء الله. احنا بمكالمه نجازيها بشيء بخير هساني هم من خلال برنامجك. اتمنى انه مال الحج والعمره يطلعون اسمي لامي ارد اوديها للحج، ما طول الله رازقني حتى بعد اطلع من ذمته. انا راح افرحك بمال الحج، احنا عندنا ناس تخلي والدتك تروح للحج. اكون ممنون والله صراحة. والله العظيم. هي هاي بعد امنيتي انا بالحياه. احسب نفسك هسه من نخلص البرنامج نعطيك رقم تتواصل وياهم. اكون ممنون. واحسب من باكر امك طلع عليها اسم بالحج. اكون ممنون. ما طول بيها حيل ان شاء الله. ما طول بيها حيل هي، وبنفس الوقت انه احنا الله ما مقصر ويانا. يعني. من نتباع على امك وشوفها تجاعيد اخذتها. اي كبرت امي. تتاذى. لا هي امي شوف، انا اذا اقول لك شغله، امي وعيت للدنيا، امي وجهها مجاعد من التعب. قلت لك انا امي ربى الزلم، والزلمه بهالوقت تدري انت صعبه مسؤوليه كلش كبيره، وما دنقت راس، يعني راسها ما دنقته، ولا دقت باب قالت له لفلان ما عندي الطيني، ولا مشت ضحت هواي على مودكم. ضحت، اشتغلت بالصيف، اشتغلت بالشتاء. امي بقشه فوق راسها وتبيع ملابس لي يسوى والما يسوى على مود تعيشنا. هاي تقول لي مرتي تقول لي والله امك ما تعيش ويانا، انت صدق تحكي؟ ما تصير. انت من قلت لي هاي انا جت ببالي راسا تخيلت الموقف انه مرتي هيك تقول لي. امي جايتني واطردها، لا يابا اني ومرتي وبنتي وبعد ايش قد ما يكون عندي خلفه واخوتي وجهال اخوتي كليتنا نروح فدوه لتراب امي هاي. الله يحفظك. الله يخليك. طبعا احنا غايتنا من هذا السؤال نوصل رساله مصطفى. بعض العراقيين وهواي من العراقيين عافوا مخافه الله وقام يفكر برضات مرته اطفاله ونسى الام تتعب. شو تسوي دين؟ الضحكه كما تدين تدان. الضحكه دين، الدمعه دين، شوف ضاوع، الحزن دين. شنو اللي بحياتك تسوي؟ حتى الكلمه اذا قلتها لوالديك هي دين. اذا قلت كلمه طيبه اطفالك راح يقولوا لك كلمه طيبه، اذا قلت سيئه اطفالك راح يقولوا لك كلمه سيئه. مردود. بصراحه انا ما الومهم، ليش؟ لان ما حد علمهم. احنا صغار امنا علمتنا، يما دير بالكم حرام كذا، وشفنا امي شلون تداري امها. امي بيبيتي الله يرحمها مقطمه، وامي تقول لحد يداريها، اني اداريها. من كانت تجي يمي، هي كانت اكثر شيء تعيش يم خالها حسين الكبير، فلما تجي يمنا تقول اني اداريها، ممنوع واحد يداريها.
حتى لما تشيلها سمي عندها فقرات من ورا بيبيتي الله يرحمها، لا حد يشيل امي انا داريها، خلي باريها. فانت اليوم تشوف امك تعامل امها هيك، انت شلون تعامل امك؟ لو كانت تعاملها بسوء تعاملها بسوء. صح. اليوم انت امك اذا عطت عليها ثق واعتقد باكر عقبه بنتك او ابنك راح يعيط عليك وتخليك بنفس الموقف. فشو تسوي بدنياتك دين؟ مصطفى، احنا اسئلتنا هواي. من ضمن اسئلتنا اعز واحد تحسه من اخوتك قريب عليك من هو؟ كلهم قريبين. تحس واحد يعني لا سمح الله ان شاء الله حياتك سعيده فجاه وقعد قبل تخابره، من هو راح تخابره اول واحد؟ راح نتغالب، راح يتغالبون بيناتهم. شنو هاي؟ والله العظيم. انت 5 عندك؟ احنا اي 6، احنا المجموع 6 من عداك 5. ايه. ال5 كلهم راح يتراقبون يشيلوني، وهم هم كذلك. اذا واحد وقع من يمهم احنا ال5 نروح نركض نشيله. نعم. ثق واعتقد. ما تقول والله انا اخويا وقع مالي دخل بيه. لا ما عندنا هذا، ما له علاقه به. ما تخلي ابو الايجار يدق عليه الايجار الامور تاخذ. لا ما عندنا واحد ايجار الحمد لله وشكر. الله يوفقهم. الحمد لله، الفضل لله. احنا شنو؟ وهي قلت لك اليوم انت ما طول من جمعه حلوه وكلكم تشتغلون وسفره وحده راح تصير، بس اذا كل من الى راح تقضيها ايجارات ولا عانه راح ننزل للمستوى حتى الشارع اللي يفهمها كل الشارع. احنا نقولها ولا عانه، هذا كلام مال الجراجات، اسف جدا. ولا عانه تبقى ولا فلس وما تتقدم. يا اما يكون عندك شريك، هسه انا عندي بشغلي شريك، اني هسه عندي شريك فضل وبركه، ولد بعيد عن السوشيال ميديا، صديق واخويا، وتعرفنا سويت له اعلان مره واشتغلنا انا وياه. راح يصير لنا تقريبا 9 اشهر، الله فتحها علي وعليه. الله يوفقكم. وصلت الفكره؟ بس ماكو دغش، ماكو واحد يلعب برا الثاني. الله يزيده ويرزقه ولد اسمه عباس فاضل، هماتين تحياتي لهم. الله يوفقه. الله يوفقه. رحم الله والديك. مصطفى، احنا ما نحب واحد يحجبنا. لا طبعا ما نتحجب. احنا برنامجنا نحب الضيف يجي اول مره بحياته يطلع شغلات للجمهور اللي ما يعرفون عنه. احنا ضامن لك شغله قويه بالموبايل. نعم. وهاي ممنوع تقول لنا يتوقف. نعم. وممنوع تقول لنا ينقطع كات، الجمهور علينا. نعم. ناخذ فاصل لو بعد وقت عندنا؟ راح نسأل لك سؤال قبل لا نجيك نراويك الموبايل. نعم. جاهز؟ جاهز ما عندي شيء. ما ترد. لا لا. سامحناك بالاولى، الثانيه ما تسامحك بها. خير ان شاء الله. خادم. احنا كلنا غايتنا بين غايتنا الشخص اللي يجينا يكون يعني اسمه واصل مرتب. الحمد لله. فاحنا غايتنا نطلع مصطفى بلون الجمهور اول مره يحسه. الحمد لله. الجمهور تعود على مصطفى صاحب محتوى وينقل رساله حلوه. اليوم انت داخل بقفص ويانا. لا انا بخدمتكم. اولا فدوى عمرك. انا اليوم مو ملك نفسي، صح انا مبتعد عن المحتوى يجوز صار لي 8 اشهر او 9 اشهر لاسباب قلت لك انا شنو بيها. صح. لاسباب انه وفاه منتظره، وبنفس الوقت العالم ما تعذر. يعني انا هسه منزل منتج خاص بي ما ارد اعلن عليه. صح. وما خلصان من كلام العالم. ها نسيت منتظر؟ لا، منتظر اخويا وصديقي ومتورج عليه. فاليوم انا محترم هذا الشيء وغصبا ما علي تطلع السنه مالته وارجع المحتوى بعون الله تعالى اقوى من قبل ووعد. هواي مشاهير الله يرحمه منتظر اخذوه كمحتوى. مو اخذوه كمحتوى، انت اكو شغله يجوز ما تدري بيها. الف رحمه ونور تنزل على قبره. بيوم اللي متوفي منتظر، اول شخص كان ولد اسمه منتظر هم علي. اعرف الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه اللي مات بعمليه وكذا. الله يرحمه برحمه الواسعه، اخونا وصاحبنا بحسوني. الله يرحمه. اكو شخص سوى حسابه باسمه ولم فلوس من ناس ما يعرفهم. سمى زوجة منتظر، سوى منتظر، اخو منتظر، حسوني بالمنتظر، واخذ فلوس من العالم. فهذا عاد الكره بموتة من هو منتظر علي الله يرحمه. اخذ بال4 ملايين تقريبا وشويه. لما قلت للشباب ينشروا، الشباب ما قصروا جزاهم الله الف خير ورحم الله والديهم. ليش؟ لان العالم بقت تترحم المنتظر وما عنده شيء، والعالم تترحم له، هنيئا له الجنه. منتظر كل العراق الحمد لله واشكر كان يحبه، لان طلع بمحتوى يليق به كبدايه. وراها بعد اخذ اتجاه اللي هو الله يرحمه قد كان يساعد به،
اللي هو الاعلانات. انت تدري كان منتظر اللي يقول لك يباوع عليه، يقول لك هذا ملياردير من وراء الاعلانات، بس منتظر 89% كانت اعلاناته مجانا، مساعده للناس اللي ما عندهم. صح. اوكي. وبنفس الوقت كان يصور حتى الاعلان ب 300,000 ب 200,000 ب 150، الله يرحمه كان يصور. كنتوا جروب انتم مجموعه تصور؟ نعم. ايرادات التواصل الاجتماعي بيد من تروح؟ ماكو ايرادات. كانت ماكو ايرادات؟ لا، انا اول ما بلشت تدري اني كنت اني والدتي، بعدين جبت الفنانه هدى السنفوره، تحياتنا لها. تحياتنا لها. اختي وحبيبتي واموت عليها. اشتغلت وياي البنيه، هم بوقتها كانت قالت شغل ماكو كذا، قلت لها تعاي. انا بالنسبه لي انشر وياك تيك توك وهذا يوتيوب، ايش قد ما تصورين، ايش قد ما تطلع ارباح، كلهن الك في ذلك الزمن. واشتغلنا. بعدين جاب لي منتظر الله يرحمه عباس ماجد، قال لك ولا السمين شوفني، قلت له ما يخالف جيبه. قال لما اجى بصراحه انا كنت مناوي يعني نشتغل انا وياه، بس قال لي انا خريج فنون. صح. يعني اليوم حجه صعبه، هو سنه كامله ينشر بالتيك توك، دارس وتعب على روحه على مود يوصل للشيء هو حبه ودخل بيه، ولقى داعم ماكو. حسابه كان 52,000 الله يرحمه. سنتين هو ما ادري، سنه ونص يصور 52,000 جبته. وقبل ما يصور وياي كان ولد اسمه مصطفى الطويل، حسابهم تقريبا كان 200,000، كان يصور وياه وترك. بعدين جبته وياي، انطيته محتواي. اول شيء عرفته على العالم، خليت العالم تعرفه. كان بوقتها حسابي 2,000,000 وشويه. واستمرينا سوا، حبيته للولد كلش حبيته، وبرحيله كلش اذاني. يعني من اقول له كلش اذاني، كلش اذاني، منتظر لحد الان ما يأذيني، بس ما يأذيني يعني فقده، لان هو سود عليه فقير. والعالم طيب. قلت لك اني كنت اذا اسافر اخذه وياي العرض واحد زوجتي واخذ منتظر وياي. انت ذهب وصاحب اخلاق، فدوى عمرك الله يوفقك. رحم الله. هالمره الفاصل نريده من يمك، بس قبل الفاصل مثل ما وعدتنا الاسئله اللي راح تجي ممنوع ترفض اي سؤال. اي خادم انا. خادم. خادم انا. الله يوفقك اخوي الذهب. انتظرونا بفاصل ونواصل ان شاء الله. ان شاء الله. حبايب الغالي رجعنا لكم. هالمرة أسئلتنا تختلف. خفت أنت وعيونك قامت تروح وترجع. هاي اكو مثل يقول لك المفلس بالقافلة أمين. أي. فأنا بالنسبة لي ماتم، لأن ما عندي شيء معيب، ما مسوي شيء. خير إن شاء الله. هسه راح تشرب شاي من يدي. أي نعم. وهذا الشاي وهذا ماي قبل. الله. مصطفى حبيبي، هم غدرت أحد في يوم بحياتك؟ أغدر؟ أي. لا مو طبعا. أبد. ما أعرف، يعني تربيتي هم أخاف أحكي ويقولون هذا شنو، هذا جاي من غير كوكب. بس ما عندي مال غدر، سالفة غدر ما أعرف، يعني أفتر من ورا واحد شيء، هاي ما عندي. راح تشرب الشاي ضقت مرورته. الله. تذكرت أيام قبل، الأيام الصعبة، المرورة الإنسان اللي يعيشها بتعب بس تاليته يربح. هو اللي يقول لك اللي صبرك على المر شنو؟ الأمر منه. الافرح مع لواتك، فاحنا ضروري لازم نتعلم على المر. تمام. هسه اجى لك بين تسالنا سؤالين وتكون انت مقدم البرنامج. حلو. هسه جت الطوبه بساحتك. حلو. اخذ راحتك. ما نحددك بسؤال اللي يعجبك. طبعا اعزائنا المشاهدين، اليوم احنا راح نسال الاخ والعزيز حبيبي الاعلامي عمار الشامي. حبيبي. عندي سؤالين لك. زين. السؤال الاول، اشتغلت شغل وتندمت عليه. السؤال الثاني، وين تشوف نفسك عمار بعد 20 سنة؟ حلو. هذني السؤالين اريدك تجاوبني عليه، ومو الي للجمهور. حلو. السؤال لو الواحد اللي اشتغلت على شغله وتندمت بيها، ايه، بين اني فد يوم اشتغلت بمكان وهذا المكان هذا المكان اللي اشتغلت بيه كان ابو المال
يعني شغل لك خلنا على مود الجمهور كله يعرف. انا كنت اهلي جت فتره كل اخوتي قعدوا من الشغل. نعم. فقررت بين اشتغل وياهم اشتغل ويا خالي. الفنجان هذا المراح. اي. فاشتغلت حاولت اشتغل ويا خالي على مود اساعد اهلي بالايجار وبالمصروف اللي اطيه لامي. نعم. ماكو حل غير اشتغل ويا خالي، خالي يشتغل بمصنع مال بهارات وكركم وهاي السوس يطحنون. حلو. فالدنيا شتاء واني بعدني بعش شبابي 16 سنه 17 سنه. نعم. فاجيهم بالليل فجريا نطلع بارده. صح. ظروفنا صعبه. شو يسوي هذا خالي؟ عنده هاي السوبر القديمه يشمر الوصله على ابنه يقول له طيه العمر خليه يمسح لك الجامه. ابنه قاعد على الصوبه الدنيا شتاء وانا اطلع المع لهم بالسياره، هاي من المع بالسياره ابكي. ليش؟ لان ابوي الله يرحمه من توفى ما عافنا هيك، عافنا عندنا بيت نقعد بيه، من توفى الدنيا كلها تغيرت. الله يرحمه. فهذا الشغل اللي كنت اشتغل وياهم كنت اتندم اشوفه يعاملني، الغريب ما يعاملني هيك، الغريب كان ابو المال يخليني بالمكتب مالته ويأمن علي ويعطيني حتى كراميه زايده، لان يشوفني اجي مشي من البيت من باب الشرجي للكراده. وخال منه وبيه شو يسوي؟ يشمر الوصله لابنه يقول له خلي عمار يمسح لك الجامع، خلي كان يحس كان ذالني. انت تشوفها مذله صح؟ انا اندليت بيه. زين، واذا انا اقول لك العكس؟ اي بالعكس ده يعلمك. لا هو ما علمني، هو سوى، هو وصل المرحله الي بين باوع احنا اهل المال وانت عامل. ده يعلمك. انا احس يعني انا نفس المعاناه، انا اشتغلت ويا رجل خالتي. تمام؟ اشتغلت ويا رجل خالتي عامل اسوأ من عندي، يعطي يوميه 10، انا ينطيني بالاسبوع 10. وبيوم اللي يشوفني مثلا اقص او الحم يقتلني. الله يرحمه. الله يرحمه. جاه الحبيب محمد. الله يرحمه برحمه الواسعه، علمني هواي شغلات. ونفس السالفه اللي انت جاي تحكي بيها انا مار بيها. بس هاي علمني انه شلون اكون رجال، شلون اكون قد المسؤوليه. هذا لا تعتبره انه قاعد يذلك، لا، هاي هنا جاي ينطيك، جاي يحفزك انه شلون يجي الدينار صعب، دير بالك تنطيه سهل. انا اختلف وياك، لان انا كنت اسمع حكي يختلف. بفضل الله الانسان، قلت لك كلمه قبل شويه، اللي يميز الانسان والحيوان هو العقل. فانا الله اعطاني عقل بين من البدايه اعرف شلون اشتغل على المود اوصل، وبفضل الله قدرت اشتغل واتعب على مود اوصل. بس قلت لك هذا الشغل اللي كنت انا ندمان بحياتي، لو رايح ويا الغريب كان وفر لي هواي شغلات اتعب بيهن. انا حتى ويا الغريب كنت اتعب، بس كان الغريب يحس بكرامتي عكس الناس اللي. هسه انت شنو صرت؟ هسه بفضل الله الحمد لله والشكر. هسه انت شنو صرت؟ انا اهم شيء يهمني شغله واحده، بين اني مجرد شخص بسيط بس العراقيين يعرفون شو يسوي. الله يعطيه، اذا عايش الله يعطيه الصحه والعافيه، بس المهم يقوم يسلم عليه. صح. بس قلت له العكس. صدق لما الموقف هذا ما كان صار عندك هاي الطموح حتى تكون افضل من يمه. ما اقول لك انه انت افضل منه، صح، بس انه انت خلى عندك حافز تكون شخص مهم وشخص محبوب من قبل العالم. الله يخليك، الله يسلمك، هذا فضل من الله. وهذا السبب انه هسه انت لما تروح يقوم يسلم عليك مو احتقارا، لا، شافك انه انت صرت صح. تمام. نرجع السؤال الثاني، وين توصل بعد 20 سنه؟ عمار الشامي بعد 20 سنه شنو راح يكون؟ شنو شغله؟ الثق بالقران. انا راسم كل الاعمار بيد رب العالمين طبعا، بس انا راسم خريطه بعد 10 سنوات. شو اريد اسوي؟ نعم. اريد امشي بالشارع اشوف الابن شايل امه على ظهرها، والابن شايل ابوه على ظهره، واشوف الابن نفس يعني المساعده بين صله الرحم. اشوف الخوان بين اخ يخاف على اخوه، الاخ اذا ضرب ابن اخوه ذاك يجي يقول له هذا ابوك. اريد ارجع على زمن، احنا ما عايشين زمن السبعينات الستينات، هاي الايام صله الرحم. احنا ببيتنا هذا الشيء موجود، باوع العم اب. انا هذا اللي يهمني كله اريد اوصل له. والله العظيم اريد اشوف العراق كله يضحك. وصل رسائل للامهات ان شاء الله. في حاله لازم توصل رساله للام انه خلي الحنيه بين الاخوان، زرعيها منهم ما صغار. وهذا جاي اشتغل عليه برنامج من احكي اريد اوصل، ففضل من الله اريد اوصل هيك. اسئلتك كانت حلوه، الله يوفقك. دول عمرك. نرجع مصطفى، تليفوني ضام لك صوره. ايه نعم. وهاي الصوره ما اعرف هي شنو تعني لك، بس وصلتني وتعبت يلا جبتها.
الله تخليها بيدك تليفون. مشتاق لها. والله هاي من قلب الطيب. هاي اللي كانت لامه ايتام. هاي اللي امي تعلمت من عندها انه بيتها مفتوح للخطار. هاي امي اللي تعلمت مني انا الحنيه. يا ابوي هاي مو ببيتي امي الحقيقيه. هاي مو ببيتك؟ مو امي الحقيقيه. هاي اللي تحملتنا من كان ما عندنا بيت. قاعده تكون ببيتها. وبيتها الله يرحمها برحمته الواسعه، وبيتها مو بس احنا بيه. يعني قلت لك احنا نحب الخطار، هي علمتنا خلتنا نحب الخطار. لان امي تعلمت من عندها. تحبها مصطفى؟ الله يرحمها. مشتاق لها؟ الله يرحمها. ببيتي الف رحمه على روحك. هاي يصير يعني صغير كبير يعني كلهم يحبوها. تحس كسره؟ بصراحه افتقدتها كلش هواي، لان قلت لك الصغير والكبير يحبها، وحتى اطفالنا الصغار يحبوها، وما عندها هذيه. اي بالقران صور حتى القاع اللي هي مشتريتها تندفن بيها، المدفونين بيها مو قرايبنا، مدفونين كلهم غربه. ايش قد طيبه الان؟ كانت تروح مثلا ماكو واحد عنده مثلا ما عندهم فلوس دفنه، هاي هم امي تعلمتها من عندها، تاخذها هي تدفنها على حسابها، الدفنه رجال مرة اول تالي، وهي اندفنت يمهم. الف رحمه على روحك حبيبي. كلش قد تزورها؟ مقصر وياها والله. انا دائما بالنجف بس اروح على منتظر، بس وياها مقصر. ليش؟ لان هي يم الخطوه مال امام الحجه وبصراحه، بس يعني كل 3 روحات للنجف اروح لها مره. ما تحسها زعلانه عليك؟ لا حبيبتي، لا بالعكس. اخر ايامها هي يمي، كانت يمنا بالبيت، وتصوير ويانا، دخلت وياي بالتصوير، والعالم حبوها الله يرحمها. كنت انه حاب انه لحد الان باقيه. اي والله كلش مشتاق لها، لان قلت لك ما لها هديه على كل بشر، صغير كبير كلها، وهي اللي تعلمنا الحنيه من يمها. الله يحفظك. يعني امي هي علمت امي، وامي تعلمت من يمها، وفد نظيفه عمار بهيج عمر. هي مواليد 37 بهيج عمر، فد نظيفه، فد مرتبه، شوكت ما تجيها عطرها يخبل. وهي مو ببيتك الحقيقيه؟ اي. شلون قلب شايله؟ نحبها نموت. سعدنا احمد اخوي، احمد اكثر واحد تاثر بينا، اكثر واحد. صح. احمد كل اسبوعين يمها، او نوبات بالاسبوع 3 مرات يروح للنجف، يروح كروه بالكوستر. احنا حد الان هاي الكوسترات، فيروح البيبيتي الله يرحمها، ولا يزال لحد الان. بيبيتي امي الحقيقيه دفناها بكربلاء. منزورها بقد منزور هاي المره. اني صريح، قلت لك اني كل صريح. الله يوفقك. الله يرحمه. ما راح تقول لي شلون اجت الصوره. منين جبتها صدق؟ شرفك منين؟ هاي شغلات سريه ما اقدر اطلعها، لان وراك هو راح يجون وراح يقعدون نفس الكرسي. لا هاي منين جبتها؟ هاي يمكن من فيديو من عندي. ابد والله مو فيديو. الله يرحمه برحمة الواسعة. فاحنا هاي ذني، هاي كلها رسائل توعيه. لا الحمد لله، لان الطيبه لازم موجوده. قلت لك انه هي امي تعلمت الحنيه من عندها للامانه. مصطفى. نعم. عمر امك طويل. ايه. فزيت قعدت من النوم ولقيت امك. لا تقولها بداعة امك، بداعة امك لا تكمل. لا الله لا يقولها، الله لا يقولها ان شاء الله. اني قبلها ابد لا تقول هاي، ابد حتى لا تفاول بيها، لا تفاول بيها، خليها. لان احتمال ستتنا نروح بعد. هي السبحه، راس السبحه، عندكم سبحه تنقطع. هي الراس السبحه اذا انقطع من يمين خلاص بعد تتفلش الدنيا كلها، والدنيا كلها تظلم بعينك. ايش بيك؟ احنا امهاتنا ترى نور عيوننا اللي نشوف بيها. اي والله عمار، هي امك نور عيونك. انت اليوم عايش بفضل الله ودعاء امك. اذا كانت راضيه عليك انت فوق النخل، واذا كانت ما راضيه انت مو فوق النخل، امورك ميسوره. بس الله دا يحسسك انه انت مقصر ويا امك. روح ارجع لامك، بس انت تكابر.
صح. بس ترضي امك صدقني راح تعيش غني دنيا واخره. اي والله. غني هي اهم شيء، غني النفس. صح. اي قلت لي ما عندك خوات. اي الحمد لله. تمنيت يكون عندك خوات طب ليك انا عندي للبيت. 5 خوات فضل وبركه. 5 خوات؟ اي بس من غير ام. من غيرهم. اي 5 خوات عندي. تسال عليهن؟ طبعا. من غير ام وانت تسال عليهن؟ شلون لحد؟ اذا احتاج شيء متزوجات؟ اي متزوجات وخير من الله والله ساترهن والحمد لله. تتفقدهن تروح طبعا شلون لحد؟ اروح لهن. قبل يومين انا رايح الوحده من يمن. هم تتسوق يعني هن ما شاء الله، يعني هن ما يعني مو تقول يعني الله مقصر عليهم، الله فاتح. بس مرات الاخ من يودي له شيء بسيط. انا بالعيد اروح انا اقول له انطي عيديات. الله يوفقك. ما بقى الا يمكن دقائق قليله وينتهي البرنامج مالتنا. طبعا وياك اللقاء ممتع، الله شاهد. لازم نطبق البرنامج. يلا نصالح. من راح يوقف لك اذا هسه احتاجيت او وقعت بشده؟ حاليا تختار لي واحد شخص بين حزام ظهرك. ما اقول لك من باب اخوتي، من باب الاصدقاء. ايه؟ شخصين عندي. من امه؟ خابر عباس ماجد وعباس فاضل شريكي. تخابر شريكك. اي صار تليفوني. خو احنا هاي ما متفقين عليها. الله احنا يشهد برنامجنا ما ماكو اتفاق. وتقول له لقيت مشروع وهذا المشروع يحتاج له 5 ملايين. هذا شريكك اللي تحس انت واقف وياه. لا احنا واحد يكمل الثاني. بارحه على فكره راد يبيع سيارته على مود شغلي. وما خليته والله. مصطفى قام يرجف. هذا عباس شريكي. قام يرجف. ايش قد تريد اقول له يعني؟ 5 ملايين بس تحكي وياه بطريقه لا تسلم عليه ولا تقول له شلون. قل له انحرجت بعد. ولا تقول له بلقاء. عباس يا حبيبي. عمري شلونك؟ تمليك موقع. اقول لك قلبي اريد لي 5 ملايين. عندي مشروع هسه داخل بيه على مود شغل بزنس. وهسه انحرجت وطلبوا مني 5 ملايين. وانت دقت فوق هاي بالجواي؟ ما اعرف، دق القاع جيب لي 5 ملايين وتعال لي. وهسه؟ اي هسه. انت وين هسه؟ هسه رايح المكتب عمران. يلا عوف عمر وتوجه لي يم سالم دعبود جيب لي 5 ملايين. ما ذب العالم وتعال. اكمل واجيك. ايش قد وتجيني؟ يا ساعة. يلا تمام منتظرك ساعة وتجيب لي الفلوس. يلا ان شاء الله. سمعت؟ خفت بالبدايه وين مرت. لا ما خاف. حتى انا خفت. لا ما خاف. هذا ثابت. صاحبي اعرفه. اقول لك البارحه راد يبيع سيارته. ايش عجب ما خبرت اصدقائك القديمين؟ ليش خبرت قبل؟ مو اعرف وضعيتهم. ما تسمح لهم. الله يسلمك. انا قلت لك عندي 2 عباس ماجد وهذا عباس شريكي. بس اول ما دقيت على شريكي. الله يحفظك ان شاء الله. رحم الله والديك. مصطفى طبعا طبعنا ننطق لك صوره قبل لا نختم. ايه. وهاي الصوره نعم. عمرك طويل ان شاء الله. دول عمرك. راح انطق لك اياه. شنو وصيتك بالدنيا؟ وصيتي بالدنيا؟ لاخوتك. لاخوتي. وصيتي لاخوتي انه الله يديمهم ويحفظهم، وهم اكيد ما راح يقصرون لا ويا زوجتي ولا ويا بنتي، ولا راح يقصرون على نفسهم اصلا. ما توصيهم على امك؟ لا امي موجوده هي بعد. هم ما اوصيهم اني على امي، هم اللي يوصوني. امي ما اوصي عليها. هاي دقت عليها مرتي بس باش كاتب عليها تسواهن بس ما تسوى امي. غفله. الله يحفظك ان شاء الله. الله يسلمك. اللقاء وياك يخبل. واعذرنا خاف نزلنا دمعه من يمك. لا بالعكس. بس هاي بيها حسنه. بالعكس. لان احنا رايدين نوصل رساله. كان لقاء كلش ممتع وبنفس الوقت انت مقدم شاطر وتعرف شلون تطلع الحكي وتخلي البشر شلون يطلع اللي بداخله. اتمنى لك التوفيق. تاج راسي. ومن تألق الى تألق. وشكرا للناس اللي هي سوتنا. الله يخليك. فدوى عمرك. تستاهل كل خير. الله شاهد. واحنا ما ندز غير بس على نحبه. الله يسلمك. اعزائي المشاهدين ومتابعين قناه واحد بغداد الفضائيه، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حياتك مجرد وقت. ان شاء الله انتظرونا وحلقه ثانيه وضيف ثاني والله يستر. ايش ضامله اني. الى اللقاء حبايبي.